في 15 يوم بس اتعمل ليهم 17 محضر ضبط جمركي ما بين تهريب سبائك ذهبية وبين معدات وآلات معدنية خطيرة ممنوع تداولها وحيازتها. كتير دخلوا الدايرة المغلقة للتهريب، ولكن كتير برضو اتقبض عليهم متلبسين زي اللي كانوا راجعين من السعودية والإمارات وعملوا نصحين وخبوا السبايك بحيل ذكية وناويين يبيعوهم في مصر بسعر أغلى. مش هتصدق اتقفشوا ازاي؟ ايه حكايتهم؟ وهل كل حد معاه سبايك يبقى مهرب؟ اعرف كمية الذهب المسموح بيها دخول مصر. الساعات اللي فاتت انتشرت الأخبار وزي ما تقولوا كده كومبو، أكتر من عملية تهريب حصلت في مطار القاهرة وفي وقت قياسي، وطبعاً ما لحقوش يخرجوا ويفرحوا باللي معاهم وتم القبض عليهم وكل واحد عرف مصيره. كلنا عارفين سعر جرام الذهب في مصر وصل ل 2600 جنيه، ولكن في السعودية بحوالي 204 ريال، يعني تقريباً 1600 جنيه، وفي الإمارات تقريباً نفس السعر. فخارج مصر جرام الذهب سعره أرخص بكتير. فالفترة الأخيرة بقت عمليات التهريب كلها ذهب، سواء مشغولات أو سبائك، وفعلا ده اللي حصل مع كتير من المصريين اللي داخلين مطار القاهرة. وحسب ما نشروا موقع القاهرة 24 تم تحرير 17 محضر في أسبوعين، ومن أشهر المحاضر دي كانت لمصريين قادمين من الخارج ومعاهم سبايك. المهرب الأول ده راكب قادم على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من السعودية وتحديداً من الطائف، حاول تهريب 10 سبايك ذهبية بوزن 600 جرام، أخفاهم الراكب في لفافات كربونية محكمة الغلق داخل علبة مكواة شعر مغلقة. ومش بس كده، ده لقوا معاه كمان تليفونات كتير مخبيهم في علب مواد غذائية. الغريب إن المصري ده خرج من مطار في السعودية لا من شاف ولا من داري، وكأنه فاكر إنه هيفلت ده وهو داخل مصر زي ما خرج من السعودية، ولكن اللي خاف منه حصل واتقفش. الراكب ده كان داخل ركبه بتخبط في بعضها من القلق ومش قادر يتلم على أعصابه، والمسؤولين بنظرة واحدة كده يقدروا يعرفوا اللي ماشي سليم من اللي وراه حكاية. وهو معدي بشنطة سألوه بكل بساطة معاك حاجة هتدفع عليها جمارك أو ضرايب؟ وشه جاب ألوان وقال لهم لأ، ولكن شكوا فيه. ولما الشنط اتحطت على أجهزة الفحص بالأشعة لاحظوا أكتر من علبة، فقرروا إنهم يفتشوا يدوي، وفعلاً اللي شاكين فيه اتأكدوا منه وتم القبض عليه واعترف إن السبايك بتاعته والتليفونات كمان. تقريباً نفس اللي حصل مع المهرب ده حصل مع المهرب التاني القادم من الإمارات، وتم تحرير محضر ضبط جمركي خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة. الراكب ده كان معاه سبايك ذهبية وزنها حوالي 348 جرام، ده غير 20 عبوة سائلة بتدخل في صناعة الذهب، خباهم في لفافات برضو كتيرة داخل كرتونة شاشة. وتم الضبط بواسطة كل من محمود صابر مأمور اللجنة الجمركية ووليد عبد الستار مأمور الجمرك في التفتيش. ونفس الخطوات اللي بيمر بيها أي راكب داخل مطار القاهرة اتعملت معاه لحد ما شكوا فيه، قرروا يفتشوه يدوياً لحد ما لاقوا معاه اللي قلناه. وعلى خطوط طيران مختلفة ولكن نفس جهة القدوم الإمارات وتحديداً من الشارقة تم القبض على راكب مصري. الراكب ده أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة خطوط طيران النيل لقوا معاه معدات معدنية تستخدم في الوقائع محظور حيازتها طبقاً للقانون رقم 394 لسنة 1954، ده غير عملتين معدنيتين كمان. وحسب التقرير اللي صدر بعد القبض عليه وحيازة اللي معاه تبين إنهم بيخضعوا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. الحقيقة إن الشحات الغطوري رئيس مصلحة الجمارك أكد قبل كده إن أي حد داخل المطار ما تستناش إن مأمور الجمارك يوقفك ويسألك معاك حاجة تدفع عليها جمارك ولا لأ، كل اللي بيدفع في الجمارك مجرد ملاليم، ومفيش داعي خالص لإخفاء أي واردات من مشغولات أو سبائك. وكمان قال إنه قيمة المصنعية لجرام الذهب بالمشغولات الذهبية بتتراوح ما بين 60 ل 80 جنيه، لكن قيمة الضريبة على الجرام مش بتعدي ل 10 جنيه، ودي قيمة قليلة جدا. أما بالنسبة للسبائك الذهبية مش بيدفع لها ضريبة القيمة المضافة، لكن خلي بالك لو السبائك مدموغة بالأرقام فبيكون عليها ضريبة. طيب هل لو مراتك لبست المشغولات دي تدخل عادي ولا هيدفع عليها جمارك وضريبة؟ بص يا سيدي، هما بيكون ليهم نظرة في الموضوع ده، فلو الست لابسة سلسلة وأنسيال ولا خاتم ولا أي دهب شخصي بتاعها أكيد هتعدي من غير ما يتقالها تلت التلاتة كام، لكن ما تبقاش لابسة كيلو دهب وتعدي. وده اللي أكده الشحات الغطوري، إن الدهب للاستخدام الشخصي والزينة واردات معافاة من الرسوم طالما كانت كميات الدهب اللي لابساها السيدة معقولة مش مبالغ فيها،
غير كده هيتم خضوعه لضريبة القيمة المضافة. طب ده يخلينا نسأل سؤال مهم، ايه كمية الذهب المسموح بيها لدخول المطار؟ القانون بقى بيسمح للراكب يكون معاه مش أكتر من ذهب بقيمة 10,000 دولار، حوالي 170 جرام ذهب. وقبل كده ومن فترة حصلت مبادرة إعفاء واردات الذهب للمصريين اللي جايين من بره، علشان يشجعوا المصريين على شراء الذهب من الخارج وبيعه في مصر. فليه تعرض نفسك للخطر وتضيع مستقبلك وكل اللي هتدفعه جمارك على السبايك دي ما يجيش حاجة من تمنها؟